بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيد عامل الإقليم الجديدة، السادة البرلمانيون، السادة ممثل الأجهزة القضائية، السادة رؤساء الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية، السادة رجال الإدارة الترابية، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رجال الإدارة الترابية وأعوانهم، السيد رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، السادة أعضاء الجماعة ديال مولاي عبد الله، أيها الحضور، السادة رجال الصحافة، الحضور الكريم. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ها هي قبائل دكان الكبيرة تلتئم اليوم مجددا في هذا الموعد السنوي لتحتفل بالوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار، دفين حاضر الطيب المجاهد في سبيل رب العالمين. ويزداد موسمنا هذا بهاء، وبلادنا خلدت منذ أيام ذكرى عيد العرش المجيد، وهو مناسبة جددنا فيها بيعتنا لقائد الباني جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكلنا متأهبون لإنجاح التعليمات الملكية السامية للتنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي.